صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هحكي لكم النهاردة قصة عجبتني جدا بصراحة. قصة بتقول ايه؟ واحد زمان كان اسمه فؤاد، كان هيقتل نفسه بسبب القلق والتفكير قبل ما يتعلم ان قيمة الحياة في انه يعيش حياة اللحظة ويستمتع بكل شيء في يومه. عاش فؤاد فترة طفولته في فقر واشتغل بياع جرايد لحد ما فات عليه 8 سنين، جمع فيهم مبلغ قدر يفتح بيه مشروع. كان بدايته من هنا وبقى يكسب منه فلوس كتير، وتمر السنين والمشروع يكبر وبقى يكسب ملايين الجنيهات. لحد ما في مرة صديق عمره اقترض منه مبلغ كبير، بس للأسف صديقه خسر كل فلوسه، والبنك اللي فؤاد حاطط فيه فلوسه هو كمان فلس. والأدهى والأمر إن فؤاد بقى مديون بمبلغ كبير. بيقول فؤاد في مذكراته إنه ما كانش قادر ينام ولا ياكل ولا يشرب، وبجاله الهم والقلق والمرض، وبقى جسمه ابتدى يقل حجم جسمه، ووزنه يقل. لحد ما في مرة ماشي في الطريق قام أغمى عليه. الناس خدوه ودوه لحد البيت، صحي من النوم لقى ان جسمه كله بثور وكله حبوب، مش قادر انه حتى ينام في السرير من كتر البثور دي. فقرر انه يستشير طبيب، فراح للدكتور، والدكتور لما كشف عليه وشاف حالته ولقى انه متبهدل على الاخر، وشه الشاحب وجسمه الهزيل، راح قال له انت قدامك تعيش اسبوعين مش اكتر. ففؤاد طبعا رجع البيت وقعد يفكر لغاية لما قال أنا في الأسبوعين دول أنا هنام وأسلم أمري لله، وهيشيل كل التفكير والهموم من راسه، لأنه خلاص هو في مرحلة الموت، يعني مفيش هم بعد كده. فقرر إنه يشيل فكرة الهموم والديون والكلام ده كله من دماغه، وبقى ينام. بقى ينام زي الأطفال. كان الأول قبل ما يروح للدكتور أو قبل ما ياخد القرار إن هو ينام ويشيل الأفكار دي من دماغه، كان بينام ساعتين في اليوم من كتر القلق والتفكير. دلوقتي بقى ينام كتير، لدرجة إنه ابتدى إن هو ياكل ويشرب طبيعي. فجأة بعد كام أسبوع من القرار اللي هو خده ده، ابتدى إن هو شهيته تتفتح وابتدى ياكل، ابتدى جسمه إن هو يعود زي ما كان زمان. وفجأة مسك عكاز وابتدى يستند عليه ويقوم، وابتدى يشتغل من جديد. بعدين فاتت أسابيع وابتدى يتحسن فيها، وبقى فؤاد قادر إنه يقوم ويتسند على عكازين، ومع الوقت ابتدى يرجع يشتغل تاني. واللي كان بيكسبه في شهر زمان بقى يكسبه دلوقتي في أسبوع، من كتر ما هو كان مركز في شغله وناسي كل همومه. الفكرة بقى إنك ما تفكرش في الماضي ولا تشيل هم المستقبل، ركز على الحاضر اللي انت فيه. انما هتشيل الهم وهتفضل قاعد تشيل هم بكرة وهم اللي حصل، يبقى انت النهاردة مش هتتحرك في مكانك. وده كان كلامي كله النهاردة، يا رب يكون عجبكم الموضوع. صباح الفل.